وده يا جماعة السيرب بتاعنا بعد ما برد. هنحطه بقى في أي حاجة احنا عايزين نحتفظ بيها، ونحطه في التلاجة، وبنستعمله بقى لأي حاجة، كنافة أو قطايف. بيبقى جاهز عندك وسهل، انتي بدل ما تقعدي ساعات بتشيلي هم ان انتي تعملي حاجة علشان ما ياخدش وقت معاكي. وألف هنا وشفا. المقادير: هنحط كوبايتين من السكر، دي كوباية، وعليها كمان كوباية تانية، دول 2 سكر. وهنحط عليهم 2 مية، وهنحط عليهم كمان، يعني هتاخد غلوة، وهنحط عليها عصرة ليمون. وهنسيبها، أهم حاجة ما نسيبهاش فترة طويلة، هي 10 دقايق بالظبط. وده بيبقى شربات صالح أي حاجات بقى غير البسبوسة، عشان البسبوسة بيبقى ليها شربات تاني. جلاش بقى، قطايف، كنافة، أي حاجة معانا. ودي بنعملها ونجهزها على جنب، بتنفع معانا في أوقات كتيرة جدا في رمضان. مجرد ما بيغلي هنحط عصرة ليمون عليه، ومية ورد أو فانيليا زي ما انتي هتحبي. أنا حطيت مية ورد، أنا بحبه. وهسيبها 10 دقايق بالظبط، مش أكتر، علشان إن احنا نسيبها كتير على النار تغلي، دي حاجة من الحاجات اللي بتخليه يسكر. والحاجة بقى اللي ما تخليهوش يسكر كمان، غير ان احنا ما نسيبوش ميه فترات كبيره على النار، هي معلقه كبيره من سكر الجلوكوز، هو اللي بيخليها تحتفظ بالقوام بتاعها وما تسكرش. بنقلبها كويس فيها، هتسيح معاها وتبقى تمام. وده يا جماعه السيرب بتاعنا بعد ما برد. هنحطه بقى في اي حاجه احنا عايزين نحتفظ بيها، ونحطه في التلاجة، وبنستعمله بقى لأي حاجة، كنافة أو قطايف. بيبقى جاهز عندك وسهل، انتي بدل ما تقعدي ساعات بتشيلي هم ان انتي تعملي حاجة علشان ما ياخدش وقت معاكي. وألف هنا وشفا.